السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. علشان حياتك تبقى أفضل في سن ال30 بقى وال40 وال50 وفيما فوق بقى لحد سن ال80 وأكتر كمان، لازم تعملي أو تأكدي أو تحسني على ال12 حاجة اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة في الفيديو. لو انت في أي سن حاليا 20 30 40 50 أي سن وعايزة تحسني حياتك الجاية للأفضل، حاولي على قد ما تقدري تحسني الجوانب ال 12 دول اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة. بجد لو انت ركزت عليهم وحسنتيهم في سن، حتى يعني الأفضل يبقى في سن أصغر من كده، يبقى أفضل بكتير ليكي بعد كده. حتى لو انت حاسة انك اتأخرتي وفي سن ال50 او ال60 او ال70، عادي جدا ممكن تحسني حياتك في اي وقت من الاوقات، وخصوصا انت في السن ده ال50 وال60 وال70 بيبقى عندك وقت فراغ اكتر، فيبقى قدامك الفرص افضل كتير قوي انك تحسني حياتك وتعديلي جوانب كتيرة قوي من حياتك. اول حاجة المفروض نشتغل عليها قوي انك تحسني علاقتك بالله، انك دايما تقربي من ربنا. ولو انت حاسة انك كنت بعيدة قوي في سن الشباب وفي سن ال30 وال40، وحاسة ان اولادك كانوا واخدين كل وقتك، وحاسة انك بعيدة قوي عن ربنا، بتصلي او بتأدي الفروض بتاعتك بس ومش مركزة خالص انك تبقي قريبة من ربنا، الفرصة لسه متاحة انك تقربي من ربنا وتحسني علاقتك بالله. دايما دايما تقربي من ربنا، وعلشان تبقي قريبة من ربنا لازم اولا تحسي بالنعم اللي ربنا اداهالك، تستشعري النعم وتحسي ان فعلا ربنا بيحبك، انه ادالك كل النعم اللي موجودة في حياتك. واكيد كل واحدة فينا مهما حاسة انها حياتها ملخبطة، في نعم في حياتها، في نعم كتيرة قوي هي مش حاسة بيها لانها اعتادت على النعم دي وحاسة انها موجودة كده وخلاص، مش ربنا اداها لها هي بس واداها لها هي بالذات. استشعري النعم اللي موجودة في حياتك علشان تحبي ربنا جدا وتحسي ان فعلا ربنا بيحبك واستثناكي عن ناس كتيرة قوي انه ادالك النعم دي، زي نعمة العين، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الحركة، نعمة البيت، نعمة ان عندك اولاد، عندك عيلة، عندك زوج، عندك ام او اب، عندك اخوات، عندك صديقة، عندك حاجات كتيرة في حياتك انت مش حاسة بوجودها لانك فعلا اتعودتي على النعم. فاول حاجة لازم تحسني علاقتك بربنا في اي سن من السنين. لو انت بادئه من الاول يا ريت يبقى افضل، ولو انت برضو في سن كبير عادي جدا ممكن تلحقي وتحسني حياتك في اي وقت من الاوقات. رقم 2، حسني علاقتك بنفسك وقربي منها. لو علاقتك بنفسك مقطوعة مش هتعرفي تعملي اي حاجة في حياتك، علشان انتي طبعا مش هتبقي فاهمة نفسك ولا فاهمة انت عايزة ايه، ولا انتي ايه اللي بيفرحك او ايه اللي بيضايقك، ايه اللي بيساعدك، ايه الحاجات اللي انت عايزاها فعلا، ايه الاهداف اللي انت عايزة تحققيها في حياتك. لازم تقربي من نفسك قوي، والقرب ده مش هينفع الا من خلال الكتابة. لازم تستخدمي الورقة والقلم في حياتك وفي كل جوانب حياتك. لازم تقربي من نفسك، تعرفي نفسك وتفهميها وتحبيها علشان تعرفي تحبي عيلتك وتحبي الناس اللي حواليكي. عمرك ما هتعرفي تدي الحب للناس اللي حواليكي إلا إذا انتي أساسا بتحبي نفسك الأول، ومش هتعرفي تحبي نفسك إلا إذا فهمتي نفسك الأول وفهمتي إيه الحاجات اللي انتي بتحبيها، إيه الحاجات اللي بتسعدك، علشان تعرفي تحبي نفسك وتحبي الناس اللي حواليكي كمان. رقم 3، لازم تستعدي وتشتغلي قوي على نفسك ان يبقى عندك شغلك الخاص بيكي. لو انتي اساسا بتشتغلي في وظيفة معينة حاليا، لازم برضو تلاقي ليكي مهارة معينة او هواية معينة او شغف معين ممكن تعملي ليه او تعملي بيه بعد كده دخل خاص بيكي او دخل تاني ممكن تحتاجيه في اي وقت. يعني لازم تشتغلي قوي على مهاراتك، سواء بقى مهارات الشغل، مهارات هوايات معينة، او مهارات خاصة
خاصة بمشروع معين ممكن تحتاجيه بعد كده في وقت من الأوقات. لو مش متاح ليكِ شغل دلوقتي، ممكن في أي ظرف من الظروف أو أي حاجة تحصل تحتاجي إنِّك تشتغلي، يبقى عندِك بقى المهارات الكافية الهواية أو الشغف معين أنتِ يعني بتشتغلي عليه وعاملة على تنميته أوي، بحيث إنِّك في أي وقت ممكن تفتحي مشروع خاص بالشغف ده أو بالهواية دي، أو تشتغلي في أي وظيفة، لإن عندِك بالفعل مهارات أنتِ طوّرتيها طول حياتِك وبتشتغلي عليها دايمًا. فحاولي تأسسي career كده ما بينِك وما بين نفسِك، لو أنتِ حاليًا ما بتشتغليش أو بتشتغلي شغلانة كده ثابتة، لكن ممكن تعملي لنفسِك career تاني وحاجة تانية ممكن في أي وقت تبدأيها وفي أي سِن تبدأيها، لإنِّك أساسًا بتشتغلي عليها طول الوقت، وعارفة إنِّك بتتجهي في اتجاه معيّن ناحية مشروع معيّن أو career معيّن ممكن تعمليه في أي وقت من الأوقات. علشان بس ما تضطريش تبدئي من الصفر مثلًا في سن ال40 أو ال50، لو مضطرة تشتغلي ما ينفعش تبدئي من الصفر وتفضلي بقى تطوّري لسه من مهاراتِك وتشوفي هتشتغلي إيه. لأ، يبقى أنتِ عندِك مخزون من المهارات ممكن في أي وقت من الأوقات تبدئي الشغل وتبدئي الcareer الخاص بيكِ. رقم 4 لازم تدخري مبلغ حتى لو قليل كل شهر وتحطيه على جنب كده، يعني تحسبًا لأي ظروف أو أي حاجة ممكن في أي وقت من الأوقات أو في أي سن احتجتِ إنِك تبدئي مشروع، يبقى عندِك مبلغ كده مقتطع حتى لو بسيط كل شهر، مع السنين هيتوفر معاكِ مبلغ كويس ممكن تبدئي بيه أي مشروع بعد كده، أو يبقى نواة لحاجة معينة تشتغلي عليها أنتِ بعد كده. ولازم تعودي نفسِك وتعودي أولادِك على فكرة التوفير في أي حاجة، وفكرة إننا مش لازم نشتري الحاجات اللي إحنا بس حاسين إننا فرحانين بيها أو بنحبها وعايزين تبقى عندنا وخلاص، لازم نشتري الحاجات اللي إحنا فعلًا محتاجينها وفعلًا إحنا هنستخدمها، علشان أولًا ما تتحولش لكراكيب، وثانيًا تدخري مبلغ لحاجات تانية أهم في حياتِك، زي إن يبقى عندِك مبلغ تبدئي بيه مشروع في أي وقت، زي إنِك مثلًا عايزة تروحي رحلة معينة مع أولادِك، تسافري عُمرة، تسافري أي مكان محتاجة مبلغ معيّن هيبقى متوفّر معاكِ، بدل ما أنتِ بتصرفي المبلغ بتاعِك كل شهر في حاجات ما لهاش أي قيمة. وده للناس اللي عندها دخل قليل والناس برضو اللي عندها دخل كبير. في ناس متعودة انها تصرف ودخلها كبير جدا وبرضو بتصرف وخلاص مش حاسة بأهمية الفلوس، لا لازم تدخري وتعودي نفسك على كده. الناس اللي دخلها قليل برضو تحاول تقتطع مبلغ قليل كل شهر تدخره لأي ظرف طارئ، لأي حاجة ممكن تستخدمها بعد كده في حياتها. رقم 5 ودي حاجة مهمة على فكرة، وفي ناس شايفة إنها مش ضرورة، إنِّك لازم تحسّني علاقتِك بزوجِك، لازم تعرفي تتعاملي معاه وتعرفي إيه الاهتمامات المشتركة اللي ما بينكم، وتلاقوا كده أرض مشتركة، وفي دايمًا يبقى في تفاهم وفي حوار ما بينِك وما بين زوجِك، لإن في سِن مثلًا ال20 وال30 بتبقي مشغولة أكتر بالأولاد، وبتبقي ملهية في حياتِك، سواء بقى في شغلِك وهو برضه في شغله، أنتِ في الأولاد وفي البيت وكده بتبقي مشغولة جدًا. لكن في سن بقى ال40 وال50 وال60 هتبدأوا تفضوا شوية بشوية، وهتبدأوا تقعدوا أكتر مع بعض، وهتلاقوا إنكم مش عارفين تتعاملوا مع بعض، لإنكم مش فاهمين بعض يعني أوي، حاسين إنكم بُعاد أوي عن بعض. لازم تشتغلي على الموضوع ده من سن على قد ما تقدري يعني قريب من سن ال20 وال30 وال40، تحاولوا تلاقوا أرض مشتركة ما بينكم، تحاولوا يبقى في حوار ما بينِك وما بينه، تشوفي الهوايات اللي هو بيحبها وتحاولي تتعلميها أو تقرّبي منها وتعرفي أكتر عنها وتتكلموا مع بعض فيها، تحاولي تسمعي أكتر من إنِّك بتتكلمي، لإن الأزواج مش بيحبوا يتكلموا أوي، فأنتِ أمّا تتكلمي كتير هو بيزهق وبيمل وبيحس إنه مش عارف يتواصل معاكِ. حاولي تسمعيه أكتر وتتعرفي أكتر على شخصيته علشان تعرفي تتعاملي معاه وتعرفي عيوبه وتعرفي تتعاملي معاها. وحاولي دايما يعني تلاقوا في حوار مشترك ما بينكم على قد ما تقدري، لأن دي على فكرة ضرورة. انت ممكن تقولي لا مش مهم أنا عايشة وخلاص لأولادي، لكن بالفعل هي ضرورة عشان تحبي حياتك ويبقى دايما ما بينكم مودة ورحمة طول العمر. بعد كده انت هتقعدي معاه فترات أطول، ولازم تتعلمي تتعاملي معاه ويبقى ما بينكم كده ود وتراحم، وتعرفوا تتكلموا عن مواضيع معينة مشتركة ما بينكم.
ولازم تتعلمي إنِّك تدعميه في شغله، في الظروف مثلًا هو يعني معيّنة هو بيمُر بيها، مشاكل معيّنة، لازم تدعميه علشان هو كمان يدعمِك في الأوقات الصعبة اللي في حياتِك. رقم 6 صحتِك وجسمِك، لازم تهتمي أوي بصحتِك بجسمِك، لإن جسمِك ده هو اللي هيفضل معاكِ طول عمرِك، مهما يحصل الأولاد بيروحوا وبييجوا، زوجِك بيروح وبييجي، لكن اللي دايمًا ثابت معاكِ طول حياتِك هو جسمِك، لازم هو ده اللي هيعينِك وهيساعدِك في أوقات صعبة كتير أوي في حياتِك، في سِن بقى ال50 وال60 وال70 هتبقي محتاجة إنِّك تبقى صحتِك كويسة علشان تقومي بالحاجات الأساسية في حياتِك من غير ما تلاقي صعوبة، ومن غير ما تحسي إنِّك محتاجة حد يبقى معاكِ دايمًا، فالأفضل إنِّك تهتمي أوي بصحتِك، تركّزي أوي إنِّك تعملي تحاليل دورية، تعرفي الفيتامينات اللي ناقصة عندِك وتعوّضيها بالفيتامينات اللي ممكن تاخديها، كمان لازم تعرفي يعني تمارسي رياضة حتى لو خفيفة هتفرق معاكِ جدًا، تاكلي أكل صحّي، تعوّدي نَفْسِك دايمًا إنِّك تمشي على نظام صحّي ثابت، تشربي مَيّة كتير، تاكلي خضار وفاكهة أكتر وتقلّلي المُصنّعات، ده ليكِ طبعًا وللعيلة كُلّها. لازم تعوّدي نَفْسِك دايمًا للناس اللي هي مش بتشتغل، مش بتتحرّك كتير، فحاولي تعوّدي نَفْسِك إنِّك تمشي كل يوم أو يوم ويوم مثلًا أو تلعبي رياضة خفيفة في البيت علشان جسمِك دايمًا يبقى فيه حركة كده وما يبقاش يعني عضلاتِك تبقى متيبّسة وده طبعًا بيأثّر عليكِ بعد كده في الحركة وفي حركة جسمِك في السِن المتقدِّم. رقم 7 ما تتكلميش مع أي حد عن أسرارِك، بلاش تدخّلي أي حد في حياتِك، وبلاش برضه تدخّلي أي حد بيتِك، بيتِك ده يعني يُعتبر سِر من الأسرار، بلاش تخرّجي الأسرار اللي فيه، وبلاش تدخّلي أي حد بيتِك، لازم تنقّي أوي أو تحطّي حدود للناس، وتختاري اللي يدخل بيتِك، مش أي حد تتعرّفي عليه تدخّليه بيتِك وتعرّفيه على زوجِك وعلى أولادِك وكده، لأ في حدود معيّنة، في أسرار معيّنة، في ناس تسمحي ليهم إنّهم يدخلوا بيتِك، وفي ناس ما ينفعش تسمحي ليهم إنّهم يدخلوا بيتِك، حُطّي الموضوع ده في دماغِك دايمًا، لإن في ناس التداخل الأوي أو اللي هم مترابطين أوي مع بعض ومتداخلين أوي مع بعض، والزيارات بقى وإنّهم يقعدوا كتير في البيت وكده، ده طبعًا بيعمل مشاكل على المدى الطويل، الأفضل إنِّك تحطّي حدود تحميكِ وتحمي زوجِك وتحمي عيلتِك من أي تدخُّل خارجي. رقم 8 وده أساسي على فكرة، حافظي دايمًا على مودِك وروقانِك، حافظي على نفسِك من إنِّك تدخلي في جدال أنتِ في غنى عنه، أو دايمًا مثلًا تبقي مركّزة في تفاصيل بتعصّبِك، ترفّهي دايمًا عن أي حاجة سلبية تاخد من طاقتِك، أو إنِّك تسمعي كلام فلانة، أو تسمعي إن فلانة قالت كذا، أو حصل مشاكل ما بين فلانة وفلانة، وتفضلي تدخلي في جدال وفي معارك كده صغيّرة ما لهاش أي لازمة، بتاخد من طاقتِك وبتعصّبِك طول الوقت، الأفضل إنِّك تنقّي أو تختاري المعارك اللي تدخلي فيها، الحاجات اللي فعلًا تستاهل الطاقة بتاعتِك وتستاهل إنِّك تاخدي جزء من وقتِك وجزء من يومِك في الكلام عنها، مش أي حاجة تفضل تاخد حياتِك وتاخد اهتمامِك على الفاضي. دايمًا كمان حاولي تحافظي على طاقتِك وتحافظي على طاقتِك الإيجابية طول الوقت، ودايمًا يعني ارفعي شعار كده في حياتِك إن سلامِك النفسي وروقانِك أهم كتير أوي من أي حد ومن أي حاجة. رقم 9 نظّمي يومِك وحياتِك ووقتِك وطاقتِك وميزانيتِك بالورقة والقلم، الورقة والقلم يعني هي صديقتِك أو هم أصدقائِك المفضلين في حياتِك، لازم يبقى عندِك دفتر لتنظيم كل حاجة، كل حاجة لازم تعمليها بالورقة والقلم، ده مش أسلوب يعني تحسّي إنه مُمِل أو بياخد من وقتِك على الفاضي كل حاجة تفضلي تكتبيها وتنظّميها، لأ بالعكس ده بينظّم حاجات كتيرة في حياتِك وبيرتّب دماغِك وبتحسي إن دماغِك كده مترتبة وعارفة تمشّي أمورِك بشكل صح، ودايمًا اعملي جداول، دايمًا اعملي روتين خاص بيكِ، روتين خاص بتنضيف البيت، روتين خاص بمثلًا الروتين الصباحي بتاعِك اللي بيدّيكِ طاقة، الروتين المسائي بتاعِك، روتين العناية بنفسِك، كل الحاجات دي بتنظّم يومِك وبتنظّم حياتِك، وبتحسي إن دماغِك كده مترتبة وحياتِك كمان مترتبة.
رقم 10 علشان تعرفي الحياة أكتر وتطوري من عقلك لازم تقري، لازم تتعرفي على حاجات جديدة. لو مش متاح عندك القراية ممكن تسمعي كتب صوتية، تسمعي فيديو أو تسمعي بودكاست مثلا، تشوفي فيديوهات خاصة بمهارات معينة تتعلميها. لازم تطوري من دماغك وتطوري من عقلك دايما، ولازم تتعلمي مجالات جديدة هتنفعك بعد كده. رقم 11 علشان تقدري توصلي لأي حاجة في حياتك لازم وأساسي الالتزام والاستمرارية، ولازم تلتزمي انك تعملي خطوات صغيرة. عادي جدا انها تبقى صغيرة بس ثابتة، انها تبقى مستمرة كل يوم علشان تعرفي توصلي لأي هدف في حياتك. رقم 12 ودي نصيحة مهمة جدا عن تجربة بجد، يعني عن تجربة عميقة جدا، لازم تكتفي بنفسك. اكتفي بنفسك كصديقة، كداعم لنفسك، كمصدر للسعادة وللطاقة الإيجابية علشان تعرفي تكملي حياتك بسعادة وبإيجابية. ده الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب بجد الفيديو ينفعكم ويفيدكم. وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.